مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم ولقاء يتجدد من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. لقاؤنا اليوم من داخل أحد القلاع المشيدة في قطاع المقاولات، وبالتحديد من شركة الحمد، مع رئيس مجلس الإدارة المهندس حلمي الجزيري. وبرحب بسيادتك معايا يا فندم. اهلا وسهلا بيكم، نورين. في البداية خلينا نتعرف ونعرف مشاهدينا من هو المهندس حلمي الجزيري. حلمي الجزيري هو رئيس مجلس إدارة شركة الحمد للمقاولات، إحدى شركات المقاولات العاملة في الحقل المصري بجميع أنواعها. لنا سابقة أعمال كثيرة في جميع أنواع المشروعات، إذا كانت عمارات سكنية، مستشفيات، مدارس، كل الأنواع. طيب، لو اتكلمنا عن شركة الحمد وبالتحديد مجال التخصص، هل هو قطاع الإسكان فقط أم متعددة الإنشاءات؟ لا، احنا بنشتغل كل الأنشطة. يعني زي ما بقول لحضرتك، لينا سابقة أعمال في مستشفيات بأنواع كثيرة، مدارس، عمارات سكنية، فنادق، معاهد صحية، فتقريبا جميع أنواع المقاولات. واحنا شركة بنشتغل تيرنكي، تسليم مفتاح، ما بنشتغلش بنود. هناخد المبنى او المشروع كأرض ونسلمه للسكن، للاستخدام، ايا كان، اذا كان مدرسة او مستشفى او معهد صحي او كذا. طيب، بتاريخ حضرتك في مجال المقاولات، كيف ترى قطاع المقاولات بعد الثورة التي قامت في المشاريع القومية التي تنفذ على أرض الواقع؟ شايفها ازاي في الوقت الحالي؟ هو لازم نتفق اتفاق مبدئي ان قاطرة المقاولات هي قاطرة بتجر الاقتصاد المصري. نشاط المقاولات بصفة عامة في أي دولة بيشغل حوالي 99 مهنة معا. فمعنى كده إن لما بيحصل نشاط في مجال المقاولات، اوتوماتيك 99 مهنة بيحصل فيها نوع من الرواج، بدءا من النقل، الأسمنت، الحديد، السلك، الكومبينيشن، الصيني، السيراميك، كل ده يعني. نقدر نقول ان هو قاطرة التنمية. بالظبط كده، لدرجة إن في الدول الأوروبية لما بيبقى في نوع من التباطؤ في النمو الاقتصادي، بيبتدوا يعملوا مشروعات مقاولات، حتى ولو كانوا مش محتاجينها دلوقتي، على اساس ان هي بتعمل نوع من الرواج في الاقتصاد. ثم بعد كده حينما ياتي الوقت لاستخدامها، يعني في المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه كانوا بيضطروا يعملوا طرق ويردموها تاني بالرمل، مجرد ان يعملوا الطرق عشان يحركوا الاقتصاد، ويردموها تاني لحين ما يجي الوقت اللي هم محتاجينها يشيلوا الرمل من عليها، يبقى بالتالي جاهزه واتعملت بسعر قديم، وجرت الاقتصاد الالماني في ذلك الوقت. طيب، لو اتكلمنا عن المشاريع اللي نفذتها الشركه، كانت اهم المشاريع اللي نفذتها الشركه في الفتره السابقه وفي الوقت الحالي؟ السابقه احنا في السوق المصري من 86 يعني او 87، يعني حوالي 30 سنه الحمد لله يعني. طبعا مدارس بانواعها كتير، مستشفيات، عاملين مستشفى بالنمرس، مستشفى الحومديه، المعهد الصحي بتاع الامبابه، مستشفى الحساسيه والصدر في امبابه، بنعمل دلوقتي مستشفى 6 اكتوبر في الحساسيه والصدر برضه في 6 اكتوبر، معاهد صحيه، عمارات سكنيه بانواعها، ابراج سكنيه تبع، يعني مثلا في برجين كنا مخلصينهم من 4-5 سنين تبع محافظه القاهره. كان اول فكره ان المحافظه تعمل عمارات 12 دور، ودي كانت حاجه جديده عملتها محافظه القاهره في مدينه نصر. فمشروعات كتيره يعني الحمد لله. طب نقدر نقول ان الشركه معنيه بالتعاون مع محافظه القاهره فقط، ام هناك وزارات اخرى تتعاون الشركه معها؟ هو بدايه احنا كشركه ما بنشتغلش قطاع خاص، يعني احنا شغلي دايما جهات حكوميه، اذا كانت وزارات، محافظات، اوكي ماشي، ما باخدش شغل قطاع خاص وبرفضه. بسبب؟ اولا حجم المشروعات، مهما يكون القطاع الخاص فبيبقى حجم مشروع صغير، بيبني عماره 2 لا تناسبنا. انما بيبقى مشروع قومي، مشروع كبير في جهه حكوميه، وزاره اسكان، محافظات، 20 عماره، 30 عماره، 50 عماره، هو ده المشروعات اللي بنحب نشتغل فيها. طيب، لو اتكلمنا عن الدور اللي بتقوم به الشركه في تنفيذ المشاريع القوميه على ارض الواقع، اهم المشاريع اللي نفذتها الشركه في المشروع القومي للاسكان او الطرق او والله اقول لحضرتك، احنا مثلا قبل 2011 كان هناك
مشروع اسكان المستقبل، عملنا فيه برضو شغل كتير. من ضمنهم مثلا كان 26 عماره في مدينه بني سويف الجديده، الكلام ده في التسعينات او اخر التسعينات. بدينا في المشروع الجديد بتاع المشروع القومي للاسكان، او هنسميه مشروع الاسكان الاجتماعي. عملنا في بدر اكتر من 30 عماره، عملنا في الاسمرات حوالي 720 شقه. بنشتغل دلوقتي في المحروسه 1 والمحروسه 2 حوالي برضو 30 عماره بالمرافق بتاعتهم. يعني سواء المشروعات اللي انا بقول لحضرتك عليها دي بننفذ العمارات باللاند سكيب اللي حواليها بالمرافق، اذا كان ميه او صرف او صرف صحي او طرق. لا كهرباء لا، بامانه يعني. تمام. مشاهدينا الاعزاء، هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس حلمي الجزيري، رئيس مجلس إدارة شركة الحمد للمقاولات. وبرحب بسيادتك مرة ثانية في البداية. يا باشمهندس، لو اتكلمنا عن هل تأثرت الشركة مع زيادة الأسعار الجنونية في السوق المصري؟ بالتأكيد جزء من السوق المصري حصل نوع من التأثير، لكن هذا التأثير لم يعني وصلنا ان احنا نوقف التنفيذ. احنا ما زال التنفيذ بنفس المعدلات شغاله زي ما هي، ولكن عملت نوع من زنقه الركود شويه، زنقه السيوله النقديه لدى الشركه. لكن ده ما اخرش في البرنامج الزمني، بل بالعكس كل البرامج الزمنيه احنا سابقينها، لكن عمل نوع من التعثر على المستوى العام للشركات المقاولات في مصر. طب لو اتكلمنا عن مشروع حي الأسمرات وتطوير العشوائيات، كان ليكوا دور كبير في هذا المشروع العملاق، يا ريت تكلمنا عن الدور اللي قمتوا بيه في تنفيذ هذا المشروع. مشروع الأسمرات كان ليه ميزة جميلة قوي. لو انت او الناس لو شافت منظر جبل المقطم قبل التنفيذ، انا كان عندي مهندسين لما شافوا الموقع سابوا الشغل ومشوا، خافوا ان يتواجدوا في هذا المكان من منظر الجبل بارتفاعات منخفضات. كنا بنحفر في بعض حتت نكسر صخر حوالي 6 متر و7 متر عشان يوصل لهذا الشكل من التنفيذ. عانينا فيه جدا في الفترة الأولانية، ولكن مجرد ما بدينا الأساسات انطلق المشروع وخلص في مدة زمنية قياسية بالشكل ده، يتعمل في 12 شهر اللي انتم شايفينه. المستوى اللي احنا شفناه في المقطم باللاندسكيب بالجناين بالحدائق بالكلام ده يعتبر انجاز في عالم المقاولات. لكن كان هناك صعوبة قوي في اللاندسكيب، صعوبة قوي في الحفر نظرا لعدم يعني لتنوع الارتفاعات كهضبة المقطم. طيب برضو خلينا نتكلم عن الدور اللي بتقوم بيه الشركة في تنفيذ مشروعات الدولة، وبالتحديد تطوير العشوائيات. كان ليكم مشروع آخر وهو مشروع المحروسة 1 و2، وده طبعا من أحد المشاريع العملاقة اللي بتنفذها الدولة في هذه المرحلة. إيه الدور اللي برضو بتقومتوا بيه في هذا المشروع؟ مشروع المحروسة 1 والمحروسة 2 هو ده المشروع اللي في حجمه كان التالي بعد الأسمرات. الأسمرات اللي في المقطم. المحروسة 1 أو 2 مشروع في حدود 5000 وحدة سكنية، بدأ في 30/4/2016 وإن شاء الله هيخلص قبل 30/4/2017 احنا فيها. احنا اوريدي دلوقتي في مجموعة عمارات، يعني بالنسبة لشركتنا في 15 عمارة جاهزة للتسليم دلوقتي. ال 15 تانيين تقريبا على أول 4 يبقوا جاهزين. مشروعنا يتكون من
حوالي 130 عماره المشروع كله. بيختلف عن الاسمرات ان الدور 4 شقق، انما الاسمرات كان الدور 6 شقق. برضو بتكون من ارض وخمسه بالخدمات بتاعته، باللاندسكيب بتاعه، بالمرافق، بالميه، بالكهرباء، بالطرق، بالارصفه. كل ده ان شاء الله 30/4 هيبقى منتهي ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. يتميز ميزه المشروع الاسمرات، مشروع المحروسه واحد عن الاسمرات، ان الواجهات اتغيرت. يعني ان شاء الله لما تنزلوا الموقع تبص عليه تلاقي الواجهات مختلفه تماما، فكره جديده خالص عن الاسمرات. لو انت بصيت على مشروع الاسمرات او بصيت على مشروع المحروسه هتلاقي ان ده نموذج جديد من العمارات الحكوميه. بالظبط. كنا احنا متعودين حتى زمان في اختيار الالوان وتناسق الالوان مع بعضها. كنا متعودين على العمارات الحكوميه ليها الوان معينه، الجراي كده، انما دي انواع مختلفه تماما، تناسق في الوجائه المعماريه، حاجه فخيمه جدا ومستوى عالي. طب لو اتكلمنا عن مساحه الشقه، تقريبا مساحه الشقه في حدود 70 متر. متشطبه تسليم مفتاح، ارضيات سيراميك 42 في 42، مطبخ وحمام، حوائط للسقف، سخن وبارد، يعني اناره كامله، مش مجرد يعني اللي هيبقى محتاجه بس مشروع المحروسه ان يجيبوا العفش، مش اكتر من انا كده. كنت لسه اسال حضرتك في نفس اللي هيحصل في الاسمرات هو اللي هيحصل في المحروسه. هو الاسمرات اللي تم فيها الاسمرات، واحد، الدوله مشكوره بالتعاون مع الجيش وكمان بالتعاون مع جمعيه العمال قاموا بفرش الشقق كلها. فالشقق كلها بتاع الاسمرات مفروشه. المشروع المحروسه حتى الان لا ادري هل هتتفرش ولا هتتسلم كده، ولكن انا اعتقد لو اتسلمت كده ده انجاز يحسب للدوله، ان بتوفر شقه بالمساحه دي وبالجوده في التشطيب ده للمواطن العادي. تمام. مشاهدينا الاعزاء هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس حلمي الجزيري رئيس مجلس إدارة شركة الحمد للمقاولات، وبرحب بسيادتك مرة ثانية في البداية. طب لو اتكلمنا عن الفلسفة القائم عليها العمل بالشركة. هي فلسفة بسيطة جدا، يعني إن اشتغل كتير هتنجز كتير هتنجح بسهولة. العوائق اللي بتقابل حضرتك وازاي بيتم التغلب عليها؟ بمنتهى الأمانة معظم المسؤولين اللي بتعامل معاهم بيبقى عندهم نوع من الرغبة ان ينسفوا الروتين. يعني في قرارات بتبقى واحنا قاعدين في الموقع بنقول في مشاكل كذا كذا، قرارات بتؤخذ في اللحظة والتو. ده بالنسبة للمشاكل اللي ممكن تقابلنا أثناء التنفيذ أو أثناء التعاقد. لكن ارتفاع الأسعار
او هسميه بحاجه تانية غريبه قوي، جشع الاسعار، جشع التجار عدم بمنتهى الرقابة الأمان. على الأسواق. يعني احنا في الفترات الأخيرة في أواخر ديسمبر وأوائل يناير كنا يعني عارف نتفق على شراء حاجة النهاردة، بكرة الصبح نلاقيها زادت 10%. طب دي اوريدي موجودة عندك في مخازنك أو في محلك أو في شركتك، تعلى تلاقي ليه؟ السعر غلي. انت اوريدي شاريها بالسعر ايا كان، وطلبت سعر معين، تاني يوم تلاقيها غليت مش مثلا 1% ولا 2%، مينيمم 10%. انا اعتقد ان هناك مجموعه من هسميهم تجار حصل في نوع من الجشع في وسط زحمه الاسعار، كله علّى. وللاسف الشديد هم ما بيحسبوهاش صح. هم لو حسوا ان هم جزء من عجله التنميه كلها بتاع البلد، لو انا غليت واستنصحت في الحته دي كل المهن هتزود، يبقى انا اللي كسبته زياده راح مني في الدكتور والطبيب والمهندس وهكذا. لو احنا ادركنا هذه الحته، ان انا يا فرحتي بدل ما اكسب 10% عايز اخليهم 15 بنصاحه او في وسط زحمه اسعار، طب ما اوريدي اوتوماتيك كل الاسعار التانية هتغلى، يبقى ال 5% اللي خدتهم زياده ما غطوش زيادات بقيه الاحتياجات اليوميه بتاعتي، يبقى انا في النهايه خسران. شايف ازاي حضرتك مصر في الوقت الحالي مع حجم المشاريع اللي بتنفذ دلوقتي؟ والله حجم المشروعات واللي اللي بتمس او يعني اللي بتنفذ في مصر على مستوى القطر المصري كله، انا مش عايز ابص للاسكان عشان هو ده اللي في الصوره اكتر، لا ده في هناك في شبكات طرق وفي شبكات صرف كتيره جدا، مصانع بتتعمل، جبل الحلال ده حدوته تانية خالص بتتعمل. يعني هناك يعني مشروعات متنوعه بتتم في وقت واحد. يعني انا عايز اقول ايه، محتاجين مزيدا من صبر سنه بسيطه، لان كل الحاجات دي لما تنزل وتخش وتشتغل وتنتج هتلاقي الوضع ابتدى يتغير تماما. يعني هي مساله وقت مش اكتر. طيب شايف قطاع المقاولات في الوقت الحالي عامل ازاي، وقبل كده كان شكله عامل ازاي؟ والله هو بص، قطاع المقاولات عنده مشاكل طبيعيه. يعني من ضمن الحاجات اللي احنا دايما بنتناقش فيها ان تعديل القوانين اللي يعني عايز اقول اللي بتتحكم في قطاع المقاولات لازم يبقى فيه نوع من حريه الحركه للمسؤول او للجهه، بحيث يبقى فيه نوع من دفع العمل باستمرار. الحاجات القوانين والحاجات دي مسؤوليه مجلس النواب، لازم يدرسها لنا ويعني يشوف لنا حل. نقدر نقول ان القوانين بتؤثر بالسلب على قطاع المقاولات للاسف الشديد. يعني انا برضو عايز اقول للناس تعذر اي مسؤول اذا كان في نوع من التباطؤ في اتخاذ القرار، فده من حجم ان هناك مجموعه قوانين بتكبل اي مسؤول انه يتحرك للاسف الشديد. فلازم ان احنا نتخلص من ترسانه القوانين اللي ملهاش لازمه، اللي بتكبل اي واحد يتعرف يتحرك في شغله. يا رب. نحتاج تعديل في كافه او ثوره في مجال القوانين. في التشريع هناك مجموعه قوانين مش بتساعد على الانجاز، لا بتحبط الانجاز، بتوقفه. هي دي مشكله مش في المقاولات، على مستوى الدوله ككل. يعني كيف ترى مصر الان وكيف تحلم بها مستقبلا؟ مصر الان احنا على اول طريق كويس جدا، لكن مهم قوي ان احنا نشتغل. مش احنا كمقاولات، لا احنا كقطاع دوله. لو كل واحد في مجال شغله اشتغل وراعى ربنا كويس قوي في شغله، وما يبصش ان انا ما خدتش فلوس في الحته دي يبقى انا هشتغل على قد الشغل، لا اشتغل صح بما يرضي ربنا صح، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعوضك من ناحيه تانية، من حته ثالثه، من حته رابعه. فلازم مزيدا من العمل، مزيدا من العمل. وبقول للشباب ان احنا لما كنا في سن الشباب كنا بنشتغل 14 و15 ساعه، دلوقتي الشاب عايز يشتغل ساعتين 3 وعايز يمشي. لا، انت في مرحله الشباب لازم، مش يعني هي دي الفرصه الوحيده ان انا اقدر اشتغل وادوس عشان بعد 5 سنين 10 سنين اقدر ارتاح. كلمه توجهها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سير على بركه الله، ربنا يوفقك واحنا بنثق فيك. كلمه توجهها للدكتور جلال السعيد محافظ القاهره السابق. ربنا معاك ويوفقك، وافتقدناك في القاهره.
باقة ورد يهديها المهندس حلمي الجزيري، فإلى من يهديها؟ هدية لابن محمد. مهندس حلمي الجزيري رئيس مجلس إدارة شركة الحمد للمقاولات، أنا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع ده. شكرا جزيلا، اتشرفت. وفي نهاية حديثنا بنشكر ضيفنا وضيفكم، وانتظرونا في الحلقة القادمة من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. شكرا لكم وإلى اللقاء.